هل فعلا ناسا صعدت للفضاء؟ ولا كل اللي عرفناه عن الهبوط على القمر كان كذبة كبيرة؟ في سنة 1969 العالم كله اتفرج على حدث اعتبره البعض أعظم إنجاز بشري في التاريخ. أمريكا قالت إن أول إنسان حط رجله على سطح القمر نيل أرمسترونج، وملايين تابعوا البث المباشر على التلفزيون. لكن من وقتها ولحد النهاردة في ناس كتير بتسأل، هو ده حصل فعلا ولا كان مجرد فيلم متصور بإتقان شديد؟ الموضوع مش نظريات مؤامرة وبس، ده فيه تفاصيل غريبة ومريبة لدرجة إنك لما تعرفها ممكن تعيد تفكيرك في حاجات كتير. أول حاجة الناس بتتكلم عنها هي الصور اللي اتصورت على سطح القمر. في كل الصور السما سودة تماما، مفيش ولا نجمة. طب إزاي؟ المفروض إن الفضاء مليان نجوم، ولما مفيش غلاف جوي النجوم تبان أوضح. ناسا قالت إن الكاميرات كانت مظبوطة على إضاءة عالية عشان تصور رواد الفضاء والسطح، وده خلى النجوم ما تظهرش. بس في ناس شايفة إن ده مش تفسير كافي، لأنك لو في الفضاء ومفيش أي عائق المفروض تقدر تصور حتى أصغر نقطة نور. تاني نقطة غريبة جدا هي العلم الأمريكي اللي ظهر كأنه بيرفرف. القمر ما فيهوش هوا، فازاي العلم بيتحرك؟ ناسا ردت وقالت إن العلم كان فيه سلك من فوق بيخليه يفضل مفرود، ولما رواد الفضاء حركوه حصل اهتزاز بسيط وفضل يتحرك شوية. لكن الناس اللي بتشك شايفة إن حركة العلم دي مش منطقية، واللي اتشاف في الفيديوهات يبين إن فيه تأثير رياح، وده مش ممكن يحصل في بيئة فضائية. ولو وصلت لهنا اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه معايا، لأن اللي جاي أغرب. في نقطة تانية بتزود الشك، الظلال اللي ظهرت في الصور. المفروض إن الشمس هي مصدر الضوء الوحيد على القمر، يعني الظلال كلها تبقى ماشية في اتجاه واحد. لكن في الصور في ظلال رايحة في اتجاهات مختلفة، كأن في أكتر من مصدر ضوء زي إضاءة الاستوديو، وده اللي خلى بعض الناس تقول إن المشاهد دي اتصورت على الأرض مش في الفضاء. كمان في حاجة غريبة بخصوص البث المباشر اللي حصل وقتها. في سنة 1969 أمريكا عملت بث مباشر من القمر للأرض. ملايين شافوا نيل أرمسترونج وهو بينزل من المركبة وبيمشي على القمر. بس السؤال هو، إزاي قدروا يبعتوا إشارة واضحة من مسافة 384 ألف كيلومتر في وقت كانت التليفونات الأرضية بتقطع والإنترنت أصلاً ما كانش موجود؟ في ناس بتقول إن جودة الفيديو كانت ضعيفة عن قصد عشان ما يبانش إن ده تصوير داخلي، أو عشان يخفوا أي علامات ممكن تكشف التلاعب. والأغرب من كده إن في سنة 2006 وكالة ناسا أعلنت إنها فقدت التسجيلات الأصلية للهبوط على القمر. التسجيلات الأصلية اللي هي أهم لحظة في تاريخ ناسا والعالم ضاعت، وقالوا إنها تسجل عليها بيانات تانية بالخطأ. الموضوع ده عمل ضجة كبيرة، لأن الناس بدأت تسأل، هو إزاي وكالة بحجم ناسا تضيع تسجيل بالشكل ده؟ هل ده إهمال فعلي ولا محاولة لمسح دليل ممكن يتحلل تاني بجودة أعلى ويكشف حاجة؟ وفي حاجة ناس بتسأل عنها دايما، ليه مفيش دولة في العالم، لا أمريكا ولا غيرها، قدرت تكرر الرحلة البشرية للقمر؟ ليه من سنة 72 مفيش حد تاني بعت بشر للقمر؟ رغم إن التكنولوجيا تقدمت بشكل مرعب، إحنا دلوقتي بنصور فيديوهات 8K وعندنا روبوتات على المريخ وأقمار صناعية بتلف حوالين الأرض، لكن لسه مفيش تسجيل حديث واضح لبشر على سطح القمر. ناسا أعلنت عن برامج جديدة للعودة للقمر، بس بعد مرور أكتر من 50 سنة، والناس مش قادرة تفهم هو كل ده تأخير ليه؟ هو الإنجاز فعلا صعب للدرجة دي؟ ولا هو أصلا ما حصلش من الأساس؟ في ناس بتقول إن الهبوط على القمر كان جزء من حرب إعلامية بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وإن أمريكا كان لازم تثبت إنها الأقوى بأي طريقة حتى لو خدعت العالم. وفي نظريات بتقول إن المخرج الأمريكي الشهير ستانلي كوبريك هو اللي أخرج المشاهد دي في استوديو سري باستخدام تقنيات عالية جدا بالنسبة لزمانها، وده لأنه فعلا كان بيشتغل مع الحكومة الأمريكية في بعض المشاريع. كل الأسئلة دي مش معناها إننا بنقول إن كل حاجة كذب، لكن معناها إن في علامات استفهام حقيقية محتاجة نفكر فيها. هل ممكن إننا نكون صدقنا حاجة اتبنت بحرفية إعلامية؟
هل ممكن يكون أعظم إنجاز بشري هو أكبر تمثيلية في القرن العشرين؟ في الآخر القرار ليك، بس خليك فاكر إن التاريخ اللي بيتكتب مش دايما بيكون الحقيقة الكاملة. وقبل ما تقفل الفيديو سيب لي رأيك في التعليقات وقول لي انت شايف ان امريكا فعلا طلعت القمر ولا لأ؟ ولو الفيديو ده خلاك تفكر او حسيت انه فيه معلومة جديدة دوس لايك واشترك في القناة، لان اللي جاي اقوى بكتير.